بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض محافظات كتاب الامتحان. هنحل أول محافظة اللي هي محافظة القاهرة، وعشان يوصلك كل الحاجات اللي هننزلها اشترك في القناة عشان يوصلك إشعار بكل المحافظات اللي هننزلها. السؤال الأول بيقولك إيه؟ يرتبط مفهوم نقط بتغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت مع مرور الزمن. طبعا ده تعريف الحركة، يبقى هنقول له أول حاجة الحركة. السؤال الثاني بيقول لك يحدث في النباتات الزهرية انقسام في المتك لتكوين نقط، طبعا لتكوين حبوب اللقاح. حبوب اللقاح. السؤال اللي بعده بيقول لك تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة نقط. ضرب التبانة. ضرب التبانة. رقم 4 المرآة نقط يكون سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوفاء. السطح الخارجي يبقى دي المرآة المحدبة، لكن لو قال لك السطح الداخلي يبقى المرآة المقعرة. السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب مثالا واحدا لكل عبارة من العبارات التالية. 1 تستخدم بدلا من النظارة الطبية ويمكن وضعها ملتصقة بقرنية العين ونزعها بسهولة. دي ايه؟ طبعا دي العدسات اللاصقة، يبقى اقول له العدسات اللاصقة. رقم 2 كائن حي يتكاثر بالتجدد. طبعا نجم البحر. نجم البحر. رقم 3 كمية فيزيائية قياسية تقاس بوحدة الكيلوجرام. دي طبعا الكتلة، عشان وحدة قياس الكتلة الكيلوجرام. رقم 4 خلايا تنقسم ميوزيا لتكوين الأمشاج. دي طبعا الخلايا التناسلية. الخلايا التناسلية. رقم ج ده سؤال بيقول لك تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة 4 متر كل ثانية في اتجاه معين حتى وصلت سرعته 20 متر كل ثانية. يبقى سرعته الأول كانت 4 متر كل ثانية، وبعد كده وصلت ل 20 متر كل ثانية. يبقى دي عين 1 ب4 متر كل ثانية، وعين 2 ب20 متر كل ثانية. بعد مرور 4 ثانية يعني الزمن ب4 ثواني. احسب العجلة التي تحرك بها الجسم، يعني هو عايز العجلة. ج ما نعرفهاش، مع ذكر نوعها. الأول نجيب العجلة وبعد كده نقول له نوعها. كلنا طبعا حافظين قانون العجلة. ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 هنا بكام؟ ب20 ناقص عين 1 مديها لك ب4 على دلتا زين الزمن ب4. 20 ناقص 4 يدينا 16. 16 على 4 يدينا 4. وحدة قياس العجلة ايه؟ متر كل ثانية تربيع، يبقى 4 متر كل ثانية تربيع. وهنا بيقول لك مع ذكر نوعها، يعني عايز نوع العجلة دي منتظمة موجبة ولا منتظمة سالبة. هنا ال4 قدامها موجب، يبقى دي عجلة منتظمة موجبة، يبقى اقول له عجلة منتظمة موجبة. السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. أحد أنواع التكاثر اللاجنسي يتم بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور. طبعا ده التكاثر الخضري. التكاثر الخضري. السؤال اللي بعده بيقول لك سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراكب ثابت أو متحرك. سرعة بالنسبة يبقى السرعة النسبية. السرعة النسبية. رقم 3 يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب. ده طبعا الكون. رقم 4 طول أقصر خط مستقيم بين موضعين. ده طبعا مقدار الإزاحة. مقدار الإزاحة. السؤال اللي بعده بيقولك ادرس الشكلين التاليين ثم أجب. مديك الشكلين دول. 1 يعبر الشكل 1 عن ايه؟ الشكل دون شكل ايه؟ ده عدسة محدبة، يبقى أقول له عدسة محدبة. رقم 2 تشير النقطة س إلى نقط. س دي بتاعت ايه؟ طبعا دي المركز البصري للعدسة. المركز البصري للعدسة. رقم 3 يعبر الشكل 2 عن نقط. الشكل 2 ده شكل ايه؟ ده الكروموسوم. الكروموسوم.
رقم 4 تشير النقطة ص إلى نقط. النقطة ص دي هي السنترومير. السنترومير. السؤال اللي بعده علل الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية تكون دائما تقديرية. هقول له ليه؟ لأنها تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة ولا يمكن استقبالها على حائل لأنها تتكون خلف المرآة. اكتب له الإجابة ازاي؟ هقول له لأنها تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة ولا يمكن استقبالها على حائل. ليه؟ لأنها تتكون خلف المرآة. السؤال اللي بعده بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعبر عن، طالما قالك مسافة وزمن يبقى على طول دي السرعة، اختار السرعة. رقم 2 العالم لابلاس هو مؤسس نقط لتفسير نشأة المجموعة الشمسية. العالم لابلاس ده مؤسس نظرية السديم، يبقى هختار ب. لابلاس فيها س والسديم فيها س، علموها بالحرف ده. رقم 3 في الانقسام الميتوزي ينقسم سنترومير كل كروموسوم طوليا إلى نصفين في الطور نقط. طبعا ده الطور الانفصالي. رقم 4 بيقول لك أي العلاقات البيانية التالية سرعة وزمن تصف حركة جسم بسرعة منتظمة. سرعة منتظمة أنهو في دول؟ ده طبعا رقم ب، السرعة ما بتتغيرش مع مرور الزمن. السؤال اللي بعده بيقول لك استخدم الكلمات الآتية في إكمال فراغات العبارات التي تليها. اكتب أكبر من أو يساوي أو أصغر من. 1 الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائما نقط الجسم. طبعا احنا عارفين ان الصورة اللي بتتكون بواسطة العدسة المقعرة تقديرية معتدلة مصغرة، يعني أصغر من الجسم، يبقى هكتب أصغر من. رقم 2 يحتوي الزيجوت على عدد من الكروموسومات نقط عددها في الخلية الجسدية. احنا عارفين ان الزيجوت في العدد الكامل من الكروموسومات، يعني في 2 ان، وكمان الخلية الجسدية فيها العدد الكامل من الكروموسومات، يعني برضو 2 ان. هنا 2 ان وهنا 2 ان يبقى يساوي، يبقى هناخد يساوي. رقم 3 عندما يتحرك الجسم بعجلة موجبة تكون سرعته النهائية نقط سرعته الابتدائية. طالما بيتحرك بعجلة موجبة يبقى عين 2 أكبر من عين 1، يعني السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، يبقى هكتب له هنا سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية، أكبر من. رقم 4 نص قطر تقور المرآة الكرية نقط ضعف بعدها البؤري. احنا عارفين ان نق بتساوي 2 عين، يعني نق بتساوي ضعف البعد البؤري، يبقى هنقول له بتساوي. رقم ج بيقول لك قارن بين السرعة المتجهة والسرعة المنتظمة من حيث التعريف. يعني هقول له تعريف السرعة المتجهة وتعريف السرعة المنتظمة. هو تعريف السرعة المتجهة هي الإزاحة الحادثة خلال وحدة الزمن، لكن السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى اكتب له تعريف دي وتعريف دي. اهي يا ولاد اكتب له التعريفين بالمنظر ده. الناس اللي عايزة تنقل الإجابة تنقلها. السؤال اللي بعده بيقول لك صوب ما تحته خط في العبارات التالية. 1 العجلة عبارة عن مقدار التغير في إزاحة الجسم في الثانية الواحدة. لا طبعا مش إزاحة، امال في ايه؟ السرعة. ليه؟ لأن العجلة هي سرعة وزمن. رقم 2 غازي الهيليوم والأكسجين أنتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين. لا، غازي الهيليوم والهيدروجين، يبقى امسح الأكسجين واحط الهيدروجين. والهيليوم بنسبة 25%، لكن الهيدروجين قده 3 مرات، يعني بنسبة 75%. رقم 3 تختفي النوية والغشاء النووي في نهاية الطور الاستوائي في الانقسام الميتوزي. لا طبعا النوية والغشاء النووي بيختفوا في نهاية الطور التمهيدي، يبقى امسح الاستوائي واقول له التمهيدي.
رقم 4، عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. لا طبعا دي السرعة غير المنتظمة مش السرعة المنتظمة، يبقى اكتب له غير منتظمة. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر من العمود B ما يناسبه من العمود A. التكاثر بالتبرعم، أول ما أشوف التكاثر بالتبرعم أفتكر على طول فطر الخميرة لأن هو اللي بيتكاثر بالتبرعم. يبقى هنا التكاثر بالتبرعم يحدث في الكائنات وحيدة الخلية مثل فطر الخميرة، يبقى هوصل 1 ب3، يبقى 1 هتاخد 3. اللي بعده رقم 2، قطب المرآة. قطب المرآة اللي هو رمزه ق، دون النقطة بتتوسط السطح العاكس للمراية، يبقى هو النقطة التي تتوسط السطح العاكس لها، هيبقى رقم 2 هياخد 1، يبقى هقول له 2 هياخد 1. رقم 3، السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة هي المسافة الكلية على الزمن الكلي، يبقى هي ناتج قسمة المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي، يبقى رقم 3 هتاخد 4. رقم 3 هتاخد 4. اللي بعده رقم 4 بيقولك ظاهرة العبور. احنا عارفين ان ظاهرة العبور بتحدث بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية، يبقى رقم 4 هتاخد 2. 4 هتاخد 2. طبعا احنا في الامتحان ما بننقلش الجدول دون عشان ما نضيعش وقتنا، الإجابة بتبقى بالطريقة دي. اخترت 1 مع 3 يبقى اكتب له 1 هتاخد 3، لكن ما نقلش الجدول عشان ما ضيعش وقتي. خلي بالكم يا حبايبي. يلا ندخل بقى على السؤال اللي بعده اللي كلنا ما بنحبوش، اللي هو بتاع الرسم. وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة على بعد أكبر من نص قطر تقورها، ثم أذكر خواص الصورة المتكونة. أول حاجة بيقول لك ارسم مرآة مقعرة، يبقى ارسم له أول حاجة مراية مقعرة. تعالوا نشوف هنرسمها ازاي. المراية والمحور الأصلي، وده طبعا قطب المرآة، ودي البؤرة، وده مركز التقور. هنا بيقول لك على بعد أكبر من نص قطر تقورها، يعني الجسم بعد المركز. المركز اهو، يبقى الجسم بعده. طب هنرسم ازاي؟ هطلع شعاعين، واحد يوازي المحور الأصلي فينعكس مرا بالبؤرة، والتاني يمر بالبؤرة فينعكس موازي المحور الأصلي. نقطة تلاقي الأشعة فين؟ في الحتة دي، يبقى الجسم هنا. وخد بالك ما تنساش مسار الأشعة، الشعاع ماشي كده يبقى السهم كده، انعكس كده يبقى ماشي كده اهو. يبقى الجسم لما بيبقى بعد المركز بتطلع صورته بين البؤرة والمركز، خد بالك من الحتة دي عشان اظبط ايدي. طب خواص الصورة اللي طلعت ايه؟ حقيقية مقلوبة مصغرة، يبقى اقول له حقيقية مقلوبة مصغرة. طبعا يا حبايبي في الامتحان انتوا بترسموا بالمسطرة والقلم، مش بترسموا بايديكم زي ما انا برسم كده، عشان المسطرة هي اللي هتطلع لك الرسمة مظبوطة. وبكده نبقى خلصنا امتحان النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير وكل الكلام الجميل ده، عشان لما انزل المحافظة الجاية يوصلك اشعار بيها. يلا سلام عليكم، ربنا يوفقكم حبايبي.